السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حنا غادي ان شاء الله غادي نشوفوا واحد المعلم من تيعتبر من اكبر افضل المعلميه اللي كيقادوا الخروف الملكي. غادي يشارك معنا التجربه ديالو كيفاش كيقاد الخروف الملكي من البدايه ديالو حتى كيقدموا الكليان. اليوم دابا راها 7 ديال الصباح، الناس ما كتنعش. كيسحب ليا غير البارح بالليل، ما هضرتش انا في جامع الفنا بالليل، الناس ما كينعسوش. قلت الصباح يكون حتى شي واحد مي مراكش الناس ما كينعسوش كاع تقريبا نهائيا. المهم غادي نمشي نشوفوا، حنا قربنا ليه هنايا، غنمشي نشوفوا التجربه ديال الخروف الملكي. خليكم معنا. بسم الله توكلنا على الله. اليوم غنمشيو نشوفوا الخروف الملكي كيفاش داير خطوه بخطوه ان شاء الله. شوفوا المهم حنا وصلنا دابا، وصلنا عند المعلم، وصل دابا. هذا هو البلاصه فين كيقعد. السلام عليكم معلم، بخير؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ صحيحه؟ الله يحفظك. دابا حنايا في المحل ديال مولاي حفيظ اللي كيقاد الخروف الملكي هنا في مراكش، ومعنا الاخ السي خالد حتى هو غيعاود يساعدنا ان شاء الله. اليوم هذه السقيطه. المهم راه وجدتي شي حاجه تقريبا دابا ياك؟ بدينا بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. السقيطه راه فيها شحال ديال الخدمه قبل باش نعم. تجي فيها قبل ما تنزل الفران خصك توجدها، خصها تشق، خصها تملاج، كتفصل بحال هكا بهذه الطريقه هذه. يعني كل بارت كل بارت تمشي بوحدها باش كيدخل ليها الطياب، الطياب ديال الطياب كامل. هي الا ما حليتيهاش هكا راه ما تجيش في الطياب مزيانه، وما تجيكش حتى في البيع. ملي كتكون كتبيع في الفصاله كتولي ما تجيكش هي هذيك. وهاد الارقام هادشي اللي ديالها هذا الطومبو ديال المصلحه البيطريه. هذا الطومبو تاع المصلحه البيطريه باش تكون السقيطه جايه من مصادر موثوقه بطبيعه الحال، ماشي جايه من مصدر مجهول، جايه من لاباطوار اغري لونسا قانوني. اي كلشي قانوني. تبارك الله. ايوا هنا راه معروف من زمان. بالنسبه للحرفه زعما شحال من عام وانت زعما كتزاول هاد الحرفه؟ انا تقريبا دابا واحد 33 سنه. 33 سنه. تبارك الله ما شاء الله. وزعما وارثها على زعما العائله ولا؟ هذا المحل ديال جدودي. هذا المحل هذا انا دابا تقريبا الجيل الرابع في هذا المحل هذا. في هذا المحل هذا. تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. الشقه كامله وتتبقى. ها انت شتي من بعد كنديروها في هذه الركيزه. هذه هي اللي ركيزه الحديد. هذه الركيزه هذه اللي كيبقى واقف عليها. الجيلات حتى هما كيتفصلوا في خط. هاد الفخيبات هادو كيتفصلوا هكا، تيمشي الملج تيبقى بوحدو. هذا فوق هو الملج. هذا هو الملج. هذا الخطه تيتفصل على جوج هكا. شتيه كيتفرق هكا. البارتي سميتها هذه كتسمى، هذا الفخذ كامل. هذا الفخذ كامل. هذا لابارتي ديالو، هذا الجزء الصغير كيتسمى الفريخه. الفريخه. هذه الطريقه ديالك انت ولا كل زعما ضروري؟ لا، الطريقه هذه شامله، طريقه عامه هذه. كل شيء اي واحد كيمارس هذه المهنه راه كيدير هذه المرحله هذه. من هذه المناسبه كنحيي جميع الناس المهنيين ديال هذه الحرفه هذه اللي كيمارسوا هذه المهنه ديال الخروف الملكي. تحيه للناس اللي كيمارسوا تيزاولوا هذه المهنه. يعني حنا المغاربه معروفين بالشوا، كناكلوا الشوا. كيجي عندك الضيف خصك دير له الشوا. هادشي اللي كاين. وحنا معروفين باللحم والشوا. الحمد لله.
دابا كل سقيطه كتساليها خاصها تغسل. خاصها تغسل. اوكي. كل سقيطه خاصها تغسل. والفران فوقاش بديتي النار الفران ها ديالو؟ هو راه شاعل، الفران ديجا راه شاعل، شتيه انت الفران ها هو جاي من هنا يبان لك العافيه، انت شتي الفران راه ديجا فيه العواد وشاعل. ديجا شحال كتوصل درجه الحراره ديالو تقريبا؟ تقريبا 180 هكاك، 180 تقريبا. دابا عندك الفران كيسخن بوحدو، هو الاول مازال ما فيه والو، غير يسخن بوحدو في واحد العود خاص كيقول ليه العرعر، كنقول ليه العرعر هو اللي كيطيب لك هذا الشيء. كيطيب زعما فاخر ما كديروش فاخر؟ لا ماشي غير العود. العود ماشي اي عود، عود ديال العرعر. غير العرعر. هذاك العود العرعر اولا كيعطي العافيه مجهده، ثانيا ما كيذوبش دغيا، كيبقى شاد واحد المده، ثالثا كيعطي واحد النكهه للشوا، فيه واحد الريحه، واحد النسمه كينسم لك الشوا. وهاد الفران هذا يعني حنا تنقولوا فرناتشي، واش فرناتشي ولا فران؟ لا هذا فرناتشي بوحدو. فرناتشي هو هذاك اللي كيسخن الحمام ديالو. كيطيبوا هذاك فرناتشي كطيب فيه الطنجيه. كنسمع فرناتشي كيقولوا فرناتشي. لا هذا كيتسمى فران ديال الشوا. خاص حيت راه كاين خباز، الفران تاع الخبز كيتسمى خباز. كاين الاخر ديال التفرنوت اللي كيكون فيه الحجر كطيب فيه التفرنوت، وهذا خاص بالشوا. هو فران. شحال الغرق تقريبا هنا؟ تقريبا شي 3 متر ولا 80. الفران راه عندك واحد الساعتين ديال السخونيه تقريبا، خصو يسخن ساعتين. واحد الساعتين هو تيسخن، هو تياكل العواد، واحد الساعتين، والطياب راه ساعتين، من بعد راه ساعتين ديال الطياب. يعني جوج سوايع يكون موجود من بعد ما ننزلوه. ملي كننزلوه للفران كنسدو عليه، من بعد ساعتين كيكون موجود، ولكن الفران كيكون ديجا مبريباري وديجا شاعله فيه العافيه واحد الساعتين تقريبا. بالنسبه للكليان تقريبا تيكونوا اغلبيه مغاربه ولا اجانب، ولا زعما حتى الاجانب كياكلوا؟ كاينين الاجانب موجودين، كاينين الحمد لله، كاينين كيجيو بزاف. الخدمه عندنا راه كتكون من 12 تقريبا حتى ل 5 يعني هذه كامل وقت الغداء من 12 حتى ل 5 كامل تقريبا، حتى ل 5 6. بالنسبه لهذا راه في الاول هذا الشوا هذا في الاول ديالو في زمان كانوا كياكلوا غير الناس اهل البلاد. اهل البلاد اضافه الى بعض الناس اللي هما تيجيو من هنا من السياحه الداخليه. السياحه الداخليه شويه، ولكن دابا من الشهرات مع انتشار هذا السوشيال ميديا ولا كلشي كيبغي يجي، ولا الانسان كيعرف كيشوف وكيعرف وكيجي وكيقلب وكيسول حتى تيقلب، من بعد ملي كيتذوق راه كيتبلا صافي خاصو ضروري يتغدى. ضروري كيتغدى، كيولي مبلي. وحتى الجيران ديالكم هنا مثلا لي بازار اللي كاين هنا والناس اللي خدامين هنا هما كيجيو يتغداو بطبيعه الحال. علاش شنو قلت لك انا؟ قلت لك في الاول كانوا كياكلوا الناس تاع الصناعيه اللي كاينين هنا في مراكش، الصناعيه هما المحلات هما البازارات هما اللي كانوا كياكلوه بزاف. يعني اللي جا لمراكش خصو ضروري يدق الشوا، ضروري يدق الشوا، يدق الطنجيه، خصو كل حاجه. دائما الا مشيتي لشي مدينه كتشتهر بواحد الاكله، واحد الخاصيه، سواء اكله سواء مكان سواء خاصك دير اي حاجه، واحد لاكتيفيتي خصك تمشي تجربها. ضروري تجربها باش داك التجربه تعيش داك التجربه ديالها. مره خصك تقلب. ضروري. مره كنشوفوا الفران كنردوا ليه البال. هذا شي كيخرج الدخان على برا. وهذا الحديده اللي سميتها اش كتقولوا لها؟ هذا صاري. يعني هو اللي كيحرك كتحرك به الجمر، كتحرك به العواد العافيه. عود هذا هي العود ولاصقه به هذه البارتي هذه الكروشي هذا باش اللي كيتخدم به الشوا. هو هذا ديال العرعر سبيسيال. انت شمو في واحد شم واحد النسمه فيه تبارك الله، واحد النسمه فيه هذا هو اللي كيعطي المذاق ديال الله. هذا دابا نتوما كتجيبوه ولا كيجيبوا لكم شي؟ كنشريوه من هنا. كنشريوه عليه كنشريوه مره بحال هكا. الا شتي الفران مازال خاصو العواد راه كتزيد. يعني خص دابا العواد كامل تيذوبوا عاد كتهبط. عاد تيذوبوا. اوكي قول لي على حساب لوكاليزاسيون اللي بغى يجي هنايا عند مولاي حفيظ. اللوكاليزاسيون هي جامع الفنا، كتجي مع جامع الفنا تدخل سوق ابلوحه، هي راه قدامي شتيها سوق ابلوح. سوق ابلوحه راه شتيها قدامي، الرقم 24 مولاي حفيظ رقم 24. ديجا عند مولاي حفيظ راه يتهلا في مولاي حفيظ. مرحبا. المحل ديالكم مرحبا بكم عند مولاي حفيظ، وغادي ان شاء الله ندوقوا
الخروف مزوين. دابا كنتسنى باش يخرج الحول من هنايا. اول ان شاء الله اول خروف غادي نذوقوا ان شاء الله مع السي مولاي حفيظ. ما كتحركش هاد القنب هذه؟ نعم القنب ما لا كتحركش؟ لا ما كتحرق والو. بسم الله تيسير الله، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر. بسم الله. اول خروف ان شاء الله غادي ينزل اليوم. ديال التنزال هي عمليه ديال التنزال هي المهمه دابا. دابا نتسنى عمليه طياب الدوز اللي كتستغرق تقريبا ساعتين ديال المكانه، ومن بعد نرجعوا عند السي مولاي حفيظ باش نذوقوا الخروف الملكي. من بعد ساعتين ديال المكانه هذه هي النتيجه. واو الصراحه كيبان كيشهي، وحتى اللون ديالو وراه الطياب كيبان ناضي. I think about the used one. الله يعطيك الصحه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. You have to say بسم الله. بسم الله yeah. Like the first one. أول واحد. Olé. This looks so good. Look at that. تبارك الله ما شاء الله. أطاب المعلم. القنبة بقات ما تقطعش ما والو. انت حاولي كيهبط هكاك باللمس ديال المعلم كيطلع تبارك الله ما شاء الله بهذا الديكور هذا ومذاق يا سلام. شوية الملحة لايك شوية الكمون والملح ضروري اتاي ضروري اتاي. عطينا واحد الرابع. عطينا واحد الرابع نذوقوها. واخا ذقنا دابا راه نعاودو انت غتساوي بزاف ديال ما كيجمع المعلم. تهلا فينا المعلم اليوم. ومرحبا بكم عند مولاي حفيظ النمرة رقم 24 سوق البلور. الخرطة تبارك الله شحال فيهم مدة. لا ماشي بزاف. انا قول لي من اول راه معاك البوطيط باش ما نبقاش نقطع 100 غرام هذه راه معاك البوطيط نقص علينا على المشق التربيله تقرب ما باقي تيدي. لا تشوف غنجربوا دابا الملج هذا ياك مولاي حفيظ. الملج هذا الملج تيقهر صراحه خصني نكملو. نشوفوا التجربه ذوقوا شوفوا البنه ديالو كيفاش دايره. حتى يموجوا هذيك مولاي حفيظ ناخذ شي كويس. سخون مذاق واعر لا تنسى.
الشوا ما كانش حاجه ما كانش حاجه ما كانش شي حاجه شفتي كيف حطيناها كيف باقي مزيان كما كتزيد عاود هو ما والو كيف هكا الظهر كلشي زيت كلشي كيطيب في الصاد ديالو شي بسلامه مولاي حفيظ الله يعاون. وهنا كنكونوا وصلنا النهايه ديال الفيديو. نتمنى ان الفيديو كان نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا من المعلومات اللي عطانا السي مولاي حفيظ على المجال ديال الشواء. كان معكم فوزي حاتم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.